الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تعالى خلقنا لأمر عظيم وغاية سامية، وشرع من أجلها العبادات، وهذه الغاية هي أن نتقيه سبحانه وتعالى وأن نحصل تلك التقوى. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما شرع الله سبحانه وتعالى لنتحصل به على هذه التقوى هو صوم رمضان الذي فرضه الله تعالى علينا وكتبه كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لنا عنه في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهو الركن الرابع. ثم إن أهل العلم أجمعوا على وجوب صوم رمضان، فينبغي أن نصومه، ونسأل الله التوفيق للجميع.